هذا البرنامج برعاية الخير جمهورنا الرياضي الكريم، اهلا ومرحبا بكم. سعداء نلقاكم في دي زاد مونديال، عدد جديد عشيه المباراه الاولى بالنسبه للمنتخب الوطني الجزائري امام نظيره الارجنتيني ضمن مونديال امريكا المكسيك وكندا. عشيه اخر حصه تدريبيه واخر ندوه صحفيه تسبق المباراه الرسميه ضمن هذا المونديال الذي ننتظره بشغف، ما دام انه المنتخب الوطني بعد الذي قدمه في اللقاءات الوديه ينتظر منه تثبيت هذا الاداء ان صح التعبير والنتائج المسجله مؤخرا. سعداء ان نلقاكم حتى يكون معنا موفد دي زاد ماتش الى امريكا عادل الحجي، وسعداء ان نلقاكم رفقه الضيفين الكريمين في عدد اليوم، المحلل والتقنيه الجزائري. سعداء ان نلقاك مره اخرى سيد الهاشمي غويلم، مساء الخير. شكرا لك. مساء الخير عبد القادر، تحيه طيبه لك، للطاقم العامل معنا، لضيفك الكريم في حصه دي زاد مونديال. واليوم اخترنا وجه اخر اعلامي يلتحق بنا لاول مره في بلاطو دي زاد ماتش في برنامج دي زاد مونديال. طارق بوغراب، مساء الخير، سعداء بوجودك معنا. مساء الخير عبد القادر، مساء الخير الهاشمي، مساء الخير كل متابعي دي زاد ماتش، وشكرا على الدعوه. نلقاكم مستمعينا جمهورنا المتابعي لنا تقريبا اقل من ساعه بالضبط، اقل من 50 دقيقه عن اقول الندوه الصحفيه المنتظره للناخب الوطني بيتكوفيتش رفقه القائد رياض محرز هناك بكانساس سيتي. ولكن قبل هذا الظروف هذه التي تسبق المباراه، قبل ان نطير الى موفد دي زاد ماتش هناك سيد الهاشمي غويلم، حصه تدريبيه اخيره منتظره مساء اليوم. يبدو انه في هذه الساعات الاخيره الطاقم الفني يكون ضبط كل العقارب فيما يتعلق بالتجهيزات الخاصه بالمنتخب الوطني ضمن هذا المونديال في اول خرجله. بالفعل عبد القادر، نظن كما قلت مع اقتراب موعد المباراه كل الامور تكون حسمت بالنسبه للناخب الوطني، ما يخلي حتى حاجه كما نقولوا للصدفه ولا المفاجاه. نظن في اللاعبين، نظن راهم في اتم الاستعداد، كلهم تركيز عالي، انتباه، هذه الاشياء اللي راح تبقى كما نقولوا حتى بدايه المباراه. نظن اشياء طبيعيه. طارق بوغراب، من الناحيه النفسيه قبل اول مباراه، بالنسبه لي كيف تقرا نفسيه اللاعبين؟ نقول هذا بعد المشوار الذي كان ولو انه قصير في هذه المباريات الوديه التي تسبق المونديال. اولا لقاء الارجنتين ومواجهه بطل العالم في حد ذاتها محفز. الان ننتظروا ماذا سيكون غدا ان شاء الله فوق ارضيه الميدان. نتمنى اللاعبين تاعنا يكونوا على قدر المسؤوليه مهما كانت النتيجه، لاننا نشوفوا كلام كثير وكانه المفروض علينا نفوز امام الارجنتين، ولكن نظن انه ما فيش حديث خاص امام اللاعبين، ما فيش تحضيرات خاصه للاعبين، واعيين بالمسؤوليه من بطل العالم. نتمنى ان شاء الله يكونوا في المستوى المطلوب غدا، لما لا نتيجه ايجابيه اخرى للمنتخب الوطني الجزائري في المونديال. نعم، في هذا خاصه في هذا المونديال نفتتح لما لا بفوز وعلى الاقل تعادل، ولكن مهما كان كما ذكر طارق اننا سنواجه بطل العالم. عدنا الى المونديال بعد غياب في طبعتين اخرتين. كل هذه المؤشرات، كل هذه الظروف لابد من اخذها بعين الاعتبار. فريق خرج من ربع نهائي كان، فريق في ظروف اخرى في منعرج اخر اسمه المونديال، ليس بطوله محليه. بعد مشوار طيب في المباريات الوديه ننتظر منه اكيد، نطمح، ولكن من دون قساوه على المنتخب الوطني مهما كانت النتيجه. قبل الحديث والاسهاب في مباراه الجزائر الارجنتين، نطير الى لورانس اين يتواجد موفد دي زاد ماتش هناك عادل الحجي. يقول لي المخرج عبد الغني ردان هو واجد معنا في هذا، حاضر معنا في هذا المباشر. عادل الحجي، مساء الخير. نلقاك بالضبط قبل 45 دقيقه عن الندوه الصحفيه التي سينشطها فلاديمير بيتكوفيتش ورياض محرز. مساء الخير عادل. مساء الخير عبد القادر، مساء الخير لكل ضيوفك الكرام. مباشرة من مدينة لورانس التي تبعد حوالي 60 كيلومتر
عن كونساس سيتي مدينة لورانس التي تحتضن المنتخب الوطني في كأس العالم 2026. اليوم المنتخب الوطني أو الناخب الوطني عنده ندوة صحفية مبرمجة على الساعة 3:30 مساء بتوقيت مدينة لورانس، 9:30 بتوقيت الجزائر، أي بعد حوالي دقائق فقط. ندوة صحفية اللي راح يكون فيها الناخب الوطني راح يجيب على أسئلة الصحافة الجزائرية وأيضا الصحافة العالمية، خاصة فيما يخص جاهزية المدافع الجزائري رامي بن سبعيني بعد عودته إلى التدريبات المنتظمة الجماعية، وأيضا إمكانية مشاركته من عدمها، وتحضير المنتخب الوطني للمباراة الأولى، المباراة الافتتاحية ضد المنتخب الأرجنتيني. الأرجنتين اللي تعتبر بطل العالم والفائزة في 2022 بكأس العالم. أيضا اليوم في برنامج المنتخب الوطني تدريب مفتوح، راح يكون حوالي الساعة 7:45 بالتوقيت المحلي، حوالي الساعة 1:45 صباحا بالتوقيت الجزائري. تدريب مفتوح ربع ساعة اللي راح تسبق منطقة مختلطة بين اللاعبين الجزائريين وأيضا الصحافة الجزائرية. كل هذا 24 ساعة فقط قبل المباراة الأولى ضد المنتخب الأرجنتيني، وسط حضور جماهيري كبير وكبير جدا، حماسي جدا من الجماهير الجزائرية التي تصاع الحدث هنا في مدينتي لورانس وكانساس سيتي تحسبا لأولى خرجات زملاء إبراهيم مازا في هذا المونديال. شكرا جزيلا لك عادل حاجي مفد دي زاد ماتش هناك إلى كانساس سيتي. على كل ستكون لنا المادة حاضرة لاحقا، والندوة الصحفية كما ذكرت لبيتكوفيتش رفقة رياض محرز، وجزئيات هذه الندوة الصحفية كما قلت عن حالة بن سبعيني، الجاهزية اللاعبين، ظروف المعنوية إلى غير ذلك. نتركك تتابع هذا المؤتمر الصحفي، ونعود رفقة المشاهد الكريم هنا إلى بلاطو دي زاد مونديال مع السيد الهاشمي غويل المحللين، وأيضا زميلنا الإعلامي طارق بوغراب. كنا نتحدث السيد الهاشمي غويل مع عادل الحاجي، ولكن أنه في انتظار هذه الندوة الصحفية ممكن أول كل شيء قبل كل شيء، هل تنتظر أنه بيتكوفيتش سيكشف أمورا نجهلها في هذه الندوة الصحفية بالنظر لوضعية المنتخب؟ نظن اشياء اللي بحث عليها كما نقولوا الصحافه ولا الجمهور الجزائري، هناك اسئله نظن راح نكتشفها مثلا هو ما راحش كما نقولوا يكشفها، ولكن بصفه عامه مثلا هل بن سبعيني يكون هذا السؤال الجوهري ولا محور الندوه الصحفيه؟ نظن انها راح تكون عن بن سبعيني. نظن بن سبعيني لان نعرفوه بلي قيمه ثابته، ولكن الناس تبحث هل بن سبعيني راح يلعب ما يلعبش، ولكن الاجوبه ما بين الاسئله بين الاسئله لان كما نقولوا قيمه ثابته عبد القادر ولاعب متعدد الادوار. نعم مهم فوق ارضيه الميدان. طارق، شوف في الندوة الصحفية ماذا تنتظر أن توجه الأسهم أو الأسئلة؟ صح طبعا الأسئلة ممكن أن نشوف الصحفيين راح يتوجهوا للجانب الدفاعي، خاصة لأنه هو اللي يبقى هاجس المنتخب الوطني الجزائري في 28 لقاء باش يكشف اوراقه. هو في 28 مواجهه ما كشفهاش الجماهير الجزائريه، ما يكشفهاش خاصه في اللقاء الاخيرين، خاصه في اللقاء الاخيرين مثل ما قلت. ولكن يبقى الهاجس والتساؤلات راح تكون كبيره حول جاهزيه رامي بن سبعيني، لانه هو محور نظام اللعب تاع المنتخب الوطني الجزائري كيفاش راح يكون غدا. القراءه التكتيكيه تاع المواجهه والقراءه تاع نظام اللعب راح تكون مبنيه على رامي بن سبعيني اكثر فاكتور. رغم اللقاءين الاخيرين للمنتخب من دون رامي بن سبعيني، طارق بالنسبه لك تتغير المعطيات، لانه طريقه لعب المنتخب الارجنتيني ومستوياته والطريقه اللي يلعب بها عكس تماما كل المنتخبات اللي خدناها في اللقاء السابق، حتى المنتخب الاوروغواي وحتى منتخب هولندا وغواتيمالا والاخر لقاء امام بوليفيا. منتخب الارجنتيني غير كل هذه المنتخبات بنظر لعده عوامل: قيمه الاسماء، طريقه اللعب، والشراسه التي يتميز بها المنتخب الارجنتيني. هذه لا تخوف في لقاء الاخر، نقولوا تخوف من جانب واحد فقط. ونتمنى ان شاء الله المنتخب الوطني الجزائري، ونتمنى انه تكون قراءه صحيحه من بيتكوفيتش في لقاء الغد. نفس النقاط تقريبا اللي قلتها السيد الهاشمي غويل امبارح. بالفعل نظن انا معاه 100% واش تقول طارق. عمليا ان شاء الله خلال المباراه راح نشوفه. نظن نلخص كل شيء طارق. ولكن غياب بن سبعيني اليوم نعمل الحلقه انه بن سبعيني يلعب وكان في الجاهزيه وخضر المباراه، بن سبعيني غاب. هل سيغيب او عفوا هل سيؤثر غياب بن سبعيني على منظومه
اللعب بالنسبه للمنتخب. انت قلت قبل قليل انه هو نظام اللعب يبدا من رامي في المحور. بالفعل نظن قيمه يؤثر قيمه ثابته. علاش؟ اولا عبد القادر تكلمنا على رامي بن سبعيني، قلت لك متعدد الادوار. كي نقولوا متعدد الادوار حاليا كما نقولوا راه يلعب في محور الدفاع، يلعب في لاكس، يلعب كما نقولوا يقدر حتى كما نقولوا من جهه لو كوتي غوش، من الجهه اليسرى، يقدر في صعوده يلعب على التغطيه. اللاعب يستبق الامور. زائد تكلم طارق على قال لك المنتخب الارجنتيني مختلف، وانا معه 100% مختلف كليا على كل المنتخبات. زائد رامي بن سبعيني نعرفوا كما نقولوا الالتحامات، عنده هذا كما نقولوا الالتحام في الديال، يربح اليديه تاعو هوائيه او الارضيه. نظن راح تختلف بغياب بن سبعيني. امور كثير انا نقول لك فايته 50% راح تختلف كما نقولوا المنظومه تاع كما نقولوا، وخصوصا كما نقولوا في الدفاع. طارق كاعلامي، طارق بوغراب، ما تشوفش انه تحدثنا كثير على رامي بن سبعيني؟ المنتخب وليس رامي، المنتخب ليس لاعب. مهما كانت قيمه رامي في المنتخب، لعبنا برامي بن سبعيني وخسرنا مباريات وبنتيجه، لعبنا برامي وتالقنا وفزنا، لعبنا من دون رامي وفزنا. بمعنى انه المنتخب لا يتكون من لاعب، لانه مهما كان هذا مدافع، واذا قارناه مع نجوم العالم فيه لاعبين اسماء كبيره تغيب على منتخبات وانديه، ولكن يجدون الحلول. مثلا حتى اليوم في المنتخب الارجنتيني معذره تقول لي غيب ميسي راح ياثر درجه كبيره على مردود المجموعه واللاعبين، ولكن تحدثنا عليه كثير بكل صراحه. نقول لك علاش تحدثنا عليه، لانه لا كاليتي تاع فلاديمير بيتكوفيتش كمدرب، هو مدرب يمتاز بالمرونه التكتيكيه خلال المواجهه. لاعبين بقيمه موندي وبن سبعين تحدثوا على الثنائي وهاجس دفاع، هما اللي راهم يشكلوا المنظومه اللعب تاع المنتخب الوطني الجزائري. الى انا نقول لك غياب رامي بن سبعيني مثلا راح ياثر على كامل المنظومه. تواجد رامي بن سبعيني خلى المنتخب الوطني الجزائري تكون عنده تلك الليونه والمرونه في التعامل مع الانظمه بين ثلاثي الدفاع الى 4 دفاع. ممكن هو يدير تغطيه على الظهير الايسر. غياب رامي بن سبعيني الان طريقه ثلاثي الدفاع الان ستختزل في اللقاء مثل هذا. رامي بن سبعيني هو اللي حيكون عنده دور مهم في اختيار وسط الميدان وفي اختيار الظهير الايسر. غياب رامي راح يخليك ممكن حتى نشوفوا ايت نوري في بنك الاحتياط يعاود يرجع الحجام. ممكن تغيير، علاش قلت لك دور جوهري جدا جدا في المنتخب الوطني الجزائري، لانه هو وعيسى موندي حلقتان مهمتان في دفاع المنتخب الوطني الجزائري في خلال تطبيق عده انظمه لعب فوق ارضيه الميدان. لما يكون انت عندك موندي وبن سبعيني تضيف مدافع اخر تلعب ثلاثي، موندي يطلع كظهير ايمن لما تكون عندنا الكره، باز بن سبعيني يطلع كظهير ايسر يستعملوا التغطيه. لما يكونوا عندك مدافعين محوريين واحد فيهم ماشي يساري، تخمم مع التغطيه تاع ايت نوري اللي هجوميا مليح. والمنتخب الارجنتيني كان امر مهم ومهم جدا. 80% من اهداف المنتخب الارجنتيني جات من في المنطقه التحضير تاع الخصم وفي الخلفيه تاع المدافعين. والمنتخب الوطني الجزائري الاخطاء اللي عملها في ال5 لقاءات الاخيره لو نعاودوا نشوفوا هي سوء تمرير وسوء الخروج بالكره والظهر اللي كان مفتوح. نظن انه والله غياب مؤثر جدا جدا جدا. نتمنى ان شاء الله برك يكون حاضر. نتمنى يكون حاضر. انا صح نتمنى يكون حاضر، يكون حاضر في المباراه وبكامل الجاهزيه طارق، لان كامل الجاهزيه كنت تكون حاضر من دون جاهزيه تامه قد تاثر على نفسك وعلى مشوارك وحتى على شوف كاين واحد النقطه مهمه. او الهاشمي غويلم مدرب لقاءات من هذا راح يتعبونا منتخب الارجنتين بالبريسينغو، راح يتعبونا كثير. هنا تحتاج لاعبين تكون عندهم جاهزيه ذهنيه انه يخمم في كل ثانيه تحركات اللاعبين. هنا نطرحوا تساؤل ليس انقاصا من قيمه بلعيده وتوغان، ولكن التكوين تاع هذين اللاعبين هل يقدروا يتابعوا ثانيه بثانيه تحركات المنتخب الارجنتيني؟ وهذه قوته في اللامركزيه تاع العناصر تاعو. لذلك نشوف لهذا اجزام بوضعيه ولا بمكانه بن سبعيني في المنتخب. اهميه رامي كثيره. ولكن انا اليوم اردت السيد الهاشمي غويلم نخرج من الدفاع ونخرج من رامي بن سبعيني، خلينا بالعمل اللي يكون في وسط الميدان في مباراة مثل هذه. في وسط الميدان يقود أكيد منذ البداية ليو ميسي اللي عاد لمستواه، لأنه في مباراة إيسلندا الأخيرة ولا حتى في مباراة هندوراس كان بديل، ولما دخل أعطى الحلول كل تشكيلة الأرجنتينية. هل وسط الميدان تاعنا جاهز؟ لما نقول جاهز ماذا هو مطلوب منه في هذه المباراة؟ نظن عبد القادر هي كل شيء مترابط، ولهذا أنا نستعمل كلمة ونعاودها لك: تفاعل.
تكلمنا مقبل على رامي التفاعل، هضر على التغطيه، هضر على كيما نقولوا التلاحم مع مندي، قوته الذهنيه، التركيز العالي، مهمين امور. انا نقول كيما نقولوا التفاعل، اللاعبين اللي يقدر يربطوا، اذا غاب بن سبعيني شكون يلعب، اذا لعب بن سبعيني شكون يلعب. التفاعل كي نقولوا التفاعل والادوار كيما نقولوا لي فونكسيون يلعب لهم، باسكو المنتخب الارجنتيني يتغير كيما قلت، شوف فرديا يربح المساحه، يربح الوقت، جماعيا فرديا. احنا هذا مش مشكل. زائد حاجه اخرى عبد القادر، انا زيد لك نروح لك حتى الحارس المرمى لازم له عنده دور، ودور كبير. امس تكلمت لك على الاسلحه تاع التسلل، عاود شفت انا المقابله اللي خسروها ضد الفريق السعوديه بكتله في بدايه ولكن مونديال يلعبوا بتنوع، وين يضغطوا وين يعاودوا يولي الكتله نفس الكتله اللي يلعبها اليوم منتخب كاب فيردي، ولكن وجود حارس يلعب في 30 متر، نتمناو احنا الحارس تاعنا مادام هو نقول زيدان يعرف يلعب في 30 متر، ولكن في كيما نقولوا في امور حاليا المستوى العالي ما يطلبش الا تلعب غير الا برجلك عبد القادر، يطلب لك حتى وين تقدر انت تصوفيني معناتها دير تدخلات وين تخليني نعاود. كان هو الحل امام منتخب هولندا، لانه حتى الشوط الاول كنا سيئين، منطقه دفاعيه والظهر كان مفتوح، لكن لوكا زيدان عاد بالمنتخب للمباراه. هذا هو، احنا نتمنى يكون هذاك الروندمون، لان دور الحارس مرمى حاليا بغض كيما نقولوا الناظر يعرف يلعب برجليه، لازم له كيما نقولوا يوقف كيما نقولوا تصديات حاسمه، وين يقدر يمنع لنا هدف باش يخلي المجموعه في اريحيه والتركيز عالي عالي عالي. بالنسبه للجامعه. نعم. طارق بوغراب، اليوم نتحدث عن بيتكوفيتش، والجهه المقابله لا نتحدث عن ميسي، ولكن عن ليو سكالوني مدرب المنتخب الارجنتيني اليوم بكثير من الخبره، لاعب او مدرب من اقل من 50 سنه، من المدربين قلائل في هذا المونديال اللي شاهدناهم برزوا تقريبا الفئه هذه لحد الان في عالم التدريب في العالم ككل اجمالا، قدمت الكثير وتسيطر ان صح التعبير على الكره العالميه سواء مع الانديه ومع المنتخبات في كثير من المناسبات. طارق، هذا سكالوني الذي كان لاعبا عند بيتكوفيتش اكيد يدرك كيف يفكر بيتكوفيتش مهما كانت صفه المنتخب الارجنتيني اللي نعرفوه، ولكن هل بيتكوفيتش قادر على انه يعرف تفكير سكالوني؟ شوف، مهما تغيرت نقولوا يعرف فلسفة بيتكوفيتش، ولكن اللاعبين اللي لعب معاهم سكالوني عند بيتكوفيتش مش هما اللاعبين اللي يتواجدوا في المنتخب الوطني الجزائري. يتغيروا اسماء اللاعبين وتغير مع تفكير المدرب. حتى المدرب دوكتا وسط ميدان اللي متكون من لاعبين مثلا مهاريين، مش كيما الوسط الميدان اللي يمتاز بالقوة الدفاعية والقوة البدنية. طريقة التفكير تتغير. العمل في نادي ليس في العمل كمنتخب. المنتخب دائما نعتمدوا على لو مو تاع لي كوتش اللي طريقه التفكير تكون سريعه. المنتخب الوطني قلت لك ممكن شوف المنتخب الارجنتيني كتاب مفتوح، نقاط قوته يبدو هكذا كتاب مفتوح، ولكن المشكله راهو كيفيه ايقاف نقاط العناصر القوه. باسكو لو بلوز امبورطون دون ان ماتش في لقاء كره القدم، الحاجه المهمه انك تدرس نقاط الضعف ديالك ونقاط قوتك وتشوف نقاط قوة الخصم. احنا لما نحكوا الآن في الوضع الراهن وكتحليل عقلاني للمنتخب بعيدا عن الحديث بالعاطفة، نقاط ضعف المنتخب الوطني الجزائري هي نقاط قوة المنتخب الأرجنتيني. فعلا هذا نشوفوها. المنتخب الوطني الجزائري أخطأ كثيرة في لاريولونس، أخطأ كثيرة في الخروج بالكرة، وسط الميدان ثقيل في إخراج الكرة. وقوة المنتخب الأرجنتيني هي هذاك البريسينغ العالي والضغط العالي واسترجاع الكرة في مناطق الخصم ولا ترانزيسيون رابيد، التحول ارتداد هذاك. نتمنى ان شاء الله اختيارات في وسط الميدان باسكو مهمه. تحدثنا على رامي بن سبعيني، ولكن اختيار المهم راح يكون في وسط الميدان. لازم تكون عنده اللياقه البدنيه وليس القوه البدنيه، لانه فرق. اللياقه البدنيه انه يتابع تحركات تاع كل لاعبين ويتواجد في الوقت المناسب في المكان المناسب، والسرعه في اتخاذ القرار في الوقت اللي يقاردي فيه البالون، في الوقت اللي يخرج به. بين قوسين اتاسف لغياب اسماعيل بن ناصر، لانه البروفيل هذاك ما كانش في المنتخب الوطني الجزائري. طرحت لك هذا السؤال البارحه انت وكان ضيفنا فيصل عبدات عن غياب اسماعيل بن ناصر، قلت انه لاعب لي اقل من 28 سنه بكامل الجاهزيه البدنيه عاد، ولكن لم يستدعى. نحترم اكيد خيارات المدرب، ولكن نتمنى لا يخطئ، لا يكون قد اخطا في استدعاء عوار وابعاد اسماعيل بن ناصر عن هذا المونديال. حتى نختم هذا الشطر الاول من البرنامج سيد الهاشم بويلم، خيارات المدرب اكيد انها هي لحد الان في راسه، مورست في الحصص التدريبيه في انتظار الحصه التدريبيه اللي راح تكون اليوم.
الثانية بتوقيت الجزائر، معناها في يوم غد الساعة الأولى من يوم غد، معناها ربع ساعة ستكون مفتوحة للزملاء الإعلاميين من أجل تغطية هذا الحصة الأخيرة. في ماذا سيفكر وفي ماذا يركز أقول الطاقم الفني في الساعة أو في الحصة التدريبية لتسبق مباراة مثل هذه؟ نظن ما فيش اشياء كثيره. اولا سيدي رابيل يعاود ينبه كما نقولوا، هذا مهم جدا. رابيل ينبه باش يبقى ما راحش يكثر عبد القادر، لان كل شيء راهو واجد، كل شيء محضر، تركيز عالي، لاعبين شفنا حتى الحصص، بعض الحصص شفنا وين خرجوا بعض الالعاب وين لعبوهم. نظن ما فيش اشياء. نظن كما نقولوا رابيل خلال الحصه بالكلام فرديه بالتدريب بون دي زيكزارسيس كيما نقولوا بتيت بيباسيتي، حاجه باش يبقى كيما نقولوا واجد وفاطن من ناحيه من كل نواحي. نظن اشياء نقولوها سيدي رابيل برك هكذاك، تنبيهات باش يخلي كيما نقولوا المخ حاضر والقلب واجد، مطالبتين علميا كيما نقولوا القلب والعقل تاع الاخر، لان في القلب كاين هناك مخ العقليه فعلا يلعب هذا وفيها الروح ايضا، فيها روح، فيها سواس عبد القادر، الروح هذاك هو الصحه والامر يتعلق بالوطن اكيد فيها بزاف امور. الكثير. نتمنى كما قال، سمح لي برك عبد القادر، تكلمت على بن ناصر، حلقه قويه مفقوده في منظومتنا. نتمنى انه احنا قلناها ونعاودها في كل مره كما قال طارق، نتمنى انه هذه الخيارات اكيد هي في صالح المنتخب. نتمنى انه القرار اللي اتخذ في حق بنجاح او حق بن ناصر، نتمنى انه يخدم المنتخب واللاعبين اللي يعوضوا لهم في المنتخب، اكيد من دون انقاص من قيمتهم، ولكن عندهم كثير من الامكانيات، وتبقى طريقه العمل وطريقه اللعب هي من صلاحيه الطاقم الفني الذي يقوده فلاديمير اقول بيتكوفيتش. جمهورنا الرياضي الكريم، هذا الشطر الاول من دي زد مونديال، فاصل اشاري ثم نعود. أنتم تتطورون ونحن معكم. Maxwell for better life. جمهورنا الرياضي الكريم، اهلا ومرحبا بكم في الشطر الثاني من برنامج دي زد مونديال. في المرحله الاولى تحدثنا عن المنتخب الوطني، تحضيراته لمباراه الغد امام المنتخب الارجنتيني، الحصه التدريبيه الاخيره المقرره صارت اليوم، والمونديال الذي يبقى متواصل. من اكبر المفاجآت التي حدثت في هذه الامسيه نقول انه منتخب اسبانيا بطل اوروبا، نائب بطل اوروبا، رابطه اوروبا، بطعم الخساره، نعم، التعادل امام منتخب جزر الراس الاخضر الكاب فير اليوم من دون اهداف، بطريقه لم تكن في مستوى بتاتا الكره الاسبانيه المتالقه عالميا، وبالاسماء التي كانت حاضره والمدارس الكرويه التي كانت حاضره، امام منتخب افريقي اسمه جزر الراس الاخضر. انهى الكان الاخير في المركز الاخير ضمن هذه المجموعه. نبدا معك سيد الهاشمي غويلم، لحد الآن نقول أكبر مفاجأة مدوية في بداية هذا المونديال. بالفعل نقولوها مفاجأة، ولكن حسب كما نقولوا خلال المباراة شفنا كما نقولوا فريق منتخب رأس الأخضر عبد القادر لعب كما نقولوا، دار كما نقولوا استراتيجية موفقة، وفق إلى كما نقولوا النقطة جابوها.
خلال المباراة دار بكتلة كما نقولوا 30 متر ابعاد، زائد حارس اللي لعب دور كبير وكبير نعم. وكبير عبد القادر اليوم خلال الشوط الاول، غلق كاع المنافذ. نقول لك منتخب اسبانيا حسب كما نقولوا الشوط الاول الشوط الثاني كما نقولوا همل الاجنحه، ما خلاش لاعبين طمع، نقولوا طمع باللي على العمق وين اللاعبين تاع كما نقولوا تاع انهاء الهجمه. شفنا منتخب كاب فيردي واقف مليح، كتله كما نقولوا صغيره، صراعات ربحوا، ما خلاوش كما نقولوا مساحات، غلقوا كل شيء. حارس مرمى حارس اللي يلعب في الدوري البرتغالي نادي شافيز نظن كانت في القمه. نروحوا الشوط الاول اللي انتهى 0-0. هذه الاشياء راح تعطيك كما نقولوا ثقه، يعطيك ثقه تنهي المرحله الاولى 0-0 الاخر. الشوط الثاني شفنا حتى بعد 20 دقيقه عبد القادر مدرب المنتخب كاب فيردي يغير ثلاث لاعبين، كان طامح باش يشد ويخلط الاوراق تاعو. نعم. هذا الطموح اللي الكل في الكل لعب الكل. هذه الثقه جاته ثقه، يطمع بعد الشوط الاول. نظن دخول يامال وويليامز متاخر، لان كان حلول، كان لازم يصيبوا الحلول فرديه باش يكسروا هذا كما نقولوا الكتله، باش يصيبوا المساحات، باش يخلقوا عدم توازن. ولكن نقولوا احنا كفريق منتخب كاب فيردي يستاهل كما نقولوا النقطه تاعو، ونتمنوا له كما نقولوا المقاربات اخرى نتائج جيده ان شاء الله. دي لافوينتي طارق في المرحله الثانيه رغم الخبره هل عجز عن ايجاد الحلول، رغم انه خبى ان صح التعبير بعض الاسماء في بدايه المباراه، ولكن مشى عليه الحال يبدو هكذا. طارق ديروا اسقاط وانت فاهم الاسقاط. اخطا في الجوله الاولى وفي الشوط الثاني لم يصحح امام منتخب كان واقف مليح، عرف نقاط قوه المنتخب الاسباني وحبسها. منتخب اسبانيا معروف انه يلعب الكره الاستحواذ. الان داروا لهم نقطه مهمه وانا عجبوني اليوم كاب فيردي، غلقوا لهم زوايا التمرير نقطه واحده، خلوهم يروحوا على الاجنحه وما عندهمش حلول في الاجنحه، في ظل الغياب ايضا يامال، وفي ظل غياب يامال. نقطه مستحقه لافريقيا نقولوا نبقى تبقى القاره السمراء. بون ريزولتا المنتخب جزر الراس الاخضر في ظل جزر الراس الاخضر طارق اللي فاز وديا على صربيا، فاز على ايران، فاز على مصر، كانت عنده مباريات وديه استفاد منها كثيرا قبل هذا المونديال، فيها الودي وفيها الرسمي. مثلا امام مصر فاز على مصر في مباراه رسميه. هل هذه الثقه اللي كسبها مع مرور اللاعبين اللي مزيج ما بين انديه ان صح التعبير مغموره في الدوري البرتغالي، في الدوري في سكوتلندا، في الامريكي، في الدوري المحلي، رغم هذا انه هذه المجموعه اللي تكتلت اليوم تقدر تصمد امام بطل اوروبا؟ صمدت في لقاء يعتبر مفاجاه، وهذه مفاجاه كاس العالم. في كل نسخه تعطينا مفاجاه، ولكن اروح عبد القادر الجزر الراس الاخضر. شوف العام القاعدي الذي بدا في 2000 على ما اظن 2019 2018 لما جاوا حققوا نتيجه لما كان رابح مجرد. بدا هناك كان رابح مجرد مدرب المنتخب الجزائري، وضعوا استراتيجي، والمنتخب جزر الراس الاخضر شفناه في لي بارتيسيباسيون الاخيره، اللقاءات الاخيره ديالو راح يكون ماش نقولوا منتخب كبير، ولكن راح يعاود يحط اسمه هو في تطور هكذا، تطور كبير وكبير. خذوا التجربه البرتغاليه، خذوها في البطوله البرتغاليه. كاين دي كونفونسيون بين دي زاكاديمي في كاب فيردي مع دي زاكاديمي هناك في البرتغال. البرتغال كانت مستعمره قديمه البرتغاليه. هي حتى هي لما تشوف الخريطه تقريبا تجدها وكانها جزيره خارج القاره الافريقيه. دوكا انا نشوف سيلو طرافاي هذه هي نتيجه مستحقه، باسكو لو طرافاي اليوم ما كانش. اسمح لي اللقاء تاع اليوم ما كانش ضربه حظ من جانب تشوف الناس كانوا واقفين مليح، يعني تصمد تقدر طارق سيداتنا تصمد ربع ساعه 20 دقيقه شوط، ولكن طيله المباراه تحاول تخلق الفرص. مشاو عكس المهاجمين، ولكن ما سجلوش يا صاحبي. عبد القادر انا نزيد ناكد، هي سياسه وطنيه قاموا بها حتى الرياضات اخرى. نشوفوا في كره اليد وين فازوا علينا منتخب كما نقولوا سياسه وطنيه على كل الرياضات في تطور كما نقولوا. شفنا كما قلت ماشي ضربه حظ ولا واقفين مليح، منتخب يعرف كيفاش وقتاش يروح، فرديات. نظن هذه الاشياء جاء عن طريق تخطيط وسياسه وطنيه قاموا بها المسؤولين في كاب فيردي. مع تألق القاري خلينا نمشي لتألق المنتخب الايفواري قبل ما نعود للمنتخب التونسي سي الهاشمي غويلم. البارحه المنتخب الايفواري اعطى كل نقاط القوه ولا خصوصيات الكره الافريقيه كانت حاضره في مباراه البارحه. لا تشاطرني الراي امام الاكوادور.
ما هي هذه الخصوصيات؟ خلينا نتعرفوا عليها معك انت سيد الهاشمي غويلم. شاهدناها في المباراه اللي كانت في الاخير بهدف دونارد امام الاكوادور. نظن داخل في توب البطل، وانا احسن منك. شفناها في خلال كان بطل افريقيا في 2024. بطل افريقيا نلعب انا ضد قبل تتويج المنتخب السنغالي بالطبع في توب داخل باش يفوز. الحاجه الاولانيه واش اللي اكد هذا الكلام، شفنا تدخلات نقولوا التدخلات عند استرجاع الكره من ناحيه الهاشمي اللي شاهدك بالتدخلات كانوا في الحلبه. لا نقولوا حضور بدني، تدخل من اجل نزع الكره، هكذا نزع الكره، تدخل ما انتهوش. حابين نقول حضور ذهني بدني من ناحيه الذكاء. شفنا باللي حضور حتى صراعيات على 10 حتى كل الصراعات فازوا. احنا شغل هناك كما نقولوا يحب يوصلوا رساله للمنتخب الاكوادوري باللي حنايا ابطال، وانا راني حاضر باش يوري له بهذاك بالتدخل هذاك القوي. ينزع له الكره بكل قوه وينحيها له ويخليه. نظن حتى كما نقولوا شفنا كما نقولوا خلال المباراه راحوا للامام فرديا جماعيا، ما بخلوش التحكم في الكره. شفنا كما نقولوا السلاسه. نظن امنوا بكل حظوظ. شفنا الهدف وقتاش جاء، التغييرات اللي عملها المدرب. شفنا كما نقولوا تصرف ولا سلوك المدرب في البنك الاحتياط وين كان مأمن، وكان كما نقولوا يتأسف على بعض كما نقولوا الفرص اللي ضيعها. هذه الاشياء كاع خلات المنتخب يأمن بالحظوظ. جاء الهدف، برافو كوت ديفوار. المنتخب الايفواري اعطى صوره جميله عن الكره الافريقيه. طارق بوغراب البارحه مع مدرب مره اخرى اللي كان مساعد وجد نفسه مدرب رئيسي، إمريس فاي اللي في عمره 42 سنه يصنع كل هذا لحد الان في مجموعه ايضا تظن اليابان وتظن المنتخب الهولندي. قبل الحديث عن هذه اليابان هولندا مع تونس مع ديرا، قبل الحديث عن المنافسين بالنسبه لمنتخب الكوت ديفوار، طارق مباراه البارحه ساهم فيها الكثير وبنسبه كبيره ايضا المدرب الايفواري. واحده من اجمل لقاءات هذا الكاس العالم. المنتخب الايفواري انا شوف نقارنه دائما باللقاء الاول تاع جنوب افريقيا اللي مازال منتخب المانيا مع المانيا وكوارساوا. منتخب كوت ديفوار دائما دير اسقاط على اللقاء الاول تاع جنوب افريقيا. منتخب كوت ديفوار امن بالقدرات تاعو، قيمه الاسماء اللي متواجده فيه. شاف باللي هو المستوى كان متقارب جدا جدا بين الاكوادور والمنتخب ايفواري. لكن يصنع الفارق هي الاراده. ضيعوا بكثير من الاهداف حتى منتخب كوت ديفوار. قلت المباراه جميله على كل شيء، ولكن الايمان بالايمان هذا هو اللي كان خاص. خليني نطرح لك سؤال طارق، هل الفوز الودي على المنتخب الفرنسي نائب بطل العالم في المباراه الوديه الاخيره قبل خوض المونديال 2-1، منتخب الفرنسي اللي فاز تقريبا على كل المنتخبات، هذا الدافع النفسي اللي خلى الايفواريين يظهروا بهذا الوجه؟ بالطبع بك ايام فقط قبل كاس العالم. هذيك الاشياء تزيد اضافه للاعبين المنتخب الايفواري، خاصه تشوف لي سيتوياسيون اللي تعيشهم امام بطل العالم، امام نائب بطل العالم في النسختين الماضيتين. نظن ان المنتخب كوت ديفوار في المجموعه هذه يقدر يكون ممكن في صداره المجموعه. فوز تقريبا ضمن به التاهل. ضمن به التاهل بنسبه كبيره. مباراه لصنع الفارق من اجل تحسين المرتبه امام كوارسو. تبقى امام منتخب المانيا. نتمنى انا صراحه نتمنى منتخب كوت ديفوار لانه عنده تلك الامكانيات في انتظار المنتخب السنغالي ومنتخبات اخرى. فرنسا واسكتلندا هذه هي قوه المنتخب اللي تسبق المونديال. نعاود نولي دور المدرب عبد القادر. مهم جدا، لان القائد المدرب اصبح يسمى القائد. كي نقولوا احنا القائد هي تسمى القدره، قدر يدي كما نقولوا اللاعبين تاعو نحو الهدف الا وهو الفوز. دور المدرب كبير وكبير جدا كما قلت بعد الفوز على ضد المنتخب الفرنسي. اسمح لي لازم ما يبقاش غير الكوتي بسيكولوجيك وطريقه التسيير. طريقه التسيير مواجهه من فايت، طريقه اللي يسير بها. تشوف المناصب تاع اللاعبين حتى المناصب اللاعبين كيفاش كانت تتغير فوق ارضيه الميدان، كيفاش كانوا يفتحوا ثغرات، كيفاش عرف نقطه ضعف المنتخب الاكوادوري. انا تقول باللي نفسيا مليح كانوا جاهزين بدنيا. سي تري امبورطون. لعب 90 دقيقه سجل في اللحظات 90 دقيقه بنفس المستوى تاع لي ماركا ديالو. كان رومبلاسون، كان فيه مانشستر يونايتد. تعطيك لا فالور تاع لي جوار. هي طارق واش تكلمت كل شيء صحيح. انا كي قلت لك القائد عن طريق فكره الايمان بها كما نقولوا تترسخ في العقل. كي تترسخ في العقل تولي لك سلوك معناتها من كل النواحي. كرة القدم لا يتجزأ
جانب ذهني بسيكولوجي، جانب فني تكتيكي، جانب البدني. ولهذا قلت لك انا دور المدرب في كل تجسيد روح والايمان باللي احنا نروحوا باش نفوز. هذا هو الشيء اللي حبيت نتكلم، هذا اللي حدث في اللي المباراه. حدث في مباراه المنتخب الايفواري. نتيجه اخرى ايجابيه في هذه اللحظات بالنسبه للمنتخب المصري الفائز بهدف امام عاشور على المنتخب البلجيكي. سنعود لأن المباراة في هذه اللحظات مع بداية المرحلة الثانية تقريبا 11 دقيقة، ولكن سنعود للمنتخب المصري والحديث عن ما تبقى فيما تبقى أقول من عدد اليوم من ديزاد مونديال. طارق بوغراب الهاشمي غويلم البارحة، وللأسف المنتخب التونسي، نقول للأسف ولو أنه الأمور كانت تبدو أنها لا تكون في صالح المنتخب التونسي من ناحية النتيجة، نقول تقريبا منتظرة بالنسبة لأداء المنتخب التونسي في لقاءات لسبقة المونديال، ولكن بتلك الطريقة البارحة مرة أخرى ب5-1 في مباراة علقنا ولعلق عليها الكثير الشعب العربي إن صح التعبير بعد تألق المنتخب القطري. ثاني خرجة عربية ضمن هذا المونديال مع المنتخب التونسي، كل شيء مشى عكس الاتجاه إن صح التعبير. سيد الهاشمي نبدأ معك. نظن عكس المنتخب كوت ديفوار، الطاقم الفني، أنا نقول الطاقم الفني تاع منتخب تونس في كفة، ونظن اللاعبين في كفة أخرى. 5-1 أمام السويد، 5 مقبل 5 بعد بلجيكا. نعم. نظن الطاقم الفني لم يوفق في تحضير ولا كما نقولوا ولا الذهاب للمنتخب التونسي الى ما ينتظره كما نقولوا الجمهور التونسي وعلى النتائج. ولكن من المسؤول عن وضعية هذا الطاقم الفني؟ هي البارحة أول مباراة لصبري لموشي كمدرب، أول مباراة كمدرب أول مباراة رسمية لصبري لموشي على رأس المنتخب هذا التونسي. من يتحمل المسؤولية؟ أنا نقول لك علاش قلت لك هكذا، لأن المردود الضعيف، نقولوا احنا نقولوا للأسف مردود ضعيف، وما خداش كما نقولوا بعد المردود اللي قام به امام بلجيكا نفس الاخطاء، امام النمسا ايضا نفس الاخطاء، نفس كما نقولوا المردود. حتى سمعنا عبد القادر كما نقولوا بعد التصريحات تاعو ما خداش مسؤوليته كما نقولوا قال لاعبين اخطاء فرديه وفقط، ما حملش نفسه، ما حملش، لانه مهما كان هو ناخب جديد في المنتخب هذا. صبري لموشي. نمشي معك طارق. شوف، كارثه في كل الدول العربيه، وهذا اسقاط سواء الانديه والمنتخبات. نقول لك كاستينغ تاع لونترينور، نعم، الشوا تاع لونترينور. لما تجيب كاين في بعض الاحيان نهضروها في البلدان العربيه وجزء خبرات لهنا في الجزائر، كاين مدربين تفكيرهم اكبر من ما يتواجد في التشكيله. نعم. تدوك صبري لموشي حقيقه كي تشوف لقاء تاع البارح، التغييرات اللي دارها في كره اللي نشوفوا في عالم كره القدم مع لاعبين محترفين تاع صح، كانت ممكن ان تاتي وكلها. صبري لموشي افكار ما خدا على ليجر المنتخب التونسي، وكانه اللاعبين راح يطبقوهم ومستوياتهم ليست بمستوى التفكير اللي تشوف فيه أكيد. فهمني. ضيف الى ذلك صراحه اداء بعض اللاعبين في منتخب تونس يطرح العديد من التساؤلات، لانه تونس احنا معروف انا نشوفوهم راهم جيراننا واشقائنا اكيد، وللاسف هذه النتيجه معروفين كما يقولوها هما بالعاميه تاعهم بالقرحه البارحه شفناهم باللي كانوا غايبين تماما، خاصه في الصراعات في الثنائيات، لاعبين تضيع له الكره يقعد يشوف. ماشي هذا هو المنتخب اللي نعرفه، ماشي هذا هو المنتخب التونسي، لانه احنا معروف ايطاليا افريقيا معروف. تونس تعطيك مشكل. طارق اعطيت مثال، انا كنت مجهز السؤال، لانه لازم تلعب بالامكانيات اللي عندك. الامكانيات اللي عندك لازم مدرب حسب الامكانيات اللي عندك. يعني المنتخب التونسي في المونديال الاخير في قطر وحتى في المنافسات القاريه مع مدربين نحترمهم اكيد، وهم محليين من تونس، مدرب كبير ولا جلال القادري، المدربين اللي اعطاو ثمار وكانت نتائج ايجابيه وشكلوا مجموعه ومشاو رغم الظروف الصعبه لتونس والكره والجامعه التونسيه. انا نشاهد الاستوديوهات تاع الاشقاء في تونس ونشاهد البطوله التونسيه، وهذا الوحيد المدرب الاجنبي الوحيد الذي فهم الكره التونسيه هو روجي في وقت سابق 2004، في وقت سابق، رغم انه كانوا عنده اسماء زياد الجزائري في الهجوم، ولكن واش خدا كان تونس سي ليدونتيتي جو تاعها يدافع مليح وسط ميدان قوي ويروح بلي كونتر. قوه الكره التونسيه سيد الهاشمي. البارح تغيير، انا صراحه بين قوسين البارح تغيير تاع تخرج 3 من وسط الميدان، صخيري رغم انه دار الخطا ولكن قيمه ثابته في طرف فرانكفورت، الانسان يعرف يلعب ميزان، تخرج 3 لاعبين فرغ وسط الميدان خاصه دليل بعد الهدف الرابع صح تاع ايميلاسيون للمنتخب التونسي، كانت اهانه
كرويه من المنتخب السويدي اللي يحتفظ بالكره ويمشي ويعاود يولي للاسف يمشي. والله للاسف انتظر صار كل الوقت بالفعل. حتى سجل الخامس سيد لاش ولهذا أنا- ولو انه قوه الكره التونسيه كانت في دفاعاتها منذ زمن نتحدث كره عنها. ايطاليه محضه، وزايد الجانب النفسي اللي قويين به. هل قوه المنتخب التونسي إن صح التعبير ضعفت لما غابت ركائز الترجي التونسي؟ لانه في التشكيله البارحه ولا في القائمه عندهم لاعب واحد فقط اللي هو بن حميده في تشكيله من الترجي التونسي، لانه هذا هو النوايا تاع المنتخب التونسي في خيارات السنوات دارها صبري العديده. الموشي. انا قلت نعم. لك انا الخطا الاكبر، اسمح لي تفضل طارق. الخطا الاكبر من صبري الموشي انه ما خداش تفكيره مع امكانيات لاعبه، وشوف شاهد في اللقاء امس المساحات هي بلاعبي ترجي. هنا زيد لك واحد النقطه، نعطيك اسقاط في نفس اللقاء الجزائر السويد، في لقاء السويد بيتكوفيتش صحح الخطا، الموشي زاد فتح الكره للمنتخب فعلا لانه ما بديناش كثير ما بديناش كثير وعندنا في المرحله بعدها صحح فعلا. لذلك نقول صبر الموشي ما عرفش يتعامل مع اللقاء، ولكن خماسيه في لقاءين متتاليين فيه قرارات، فيه مطالبه، فيه غضب كبير بالنسبه لتوانسه ان صح التعبير على ما قام به صبري الموشي فوق ارضيه الميدان ان صح التعبير بعد هذه الاهانه والخساره، ولو انه المنتخب التونسي في الطبعه السابقه المانيا خسر امام منتخب بلجيكا ب5-2 ايضا، ليس اليوم وفقط. معناه انه المطالبه في هذا الوقت بالذات بضروره اقاله صبري الموشي قبل ثاني مباراه امام المنتخب الياباني والثالثه قبل المنتخب الهولندي. هل هذا التايمينج صحيح بكل صراحه؟ نظن تما اذا خداو قرارات وطالبوا بهذا الشيء معناتها وصلت كما نقولوا حنايا. ولكن هل هذا القرار سيخدم المنتخب والمجموعه في هذه الايام؟ ما نظنش قرار هكذا في اخر كما نقولوا، ولكن لما سيد هاشم الا اذا كان هناك مساعد كما حضر كما صار مع فريق كوت ديفوار. نعم. حتى في كوت ديفوار وين شفنا راح المدرب وجا خدا هذا المدرب الحالي، خدا المجموعه، يعرف المجموعه، انا نتكلموا يعرف المجموعه. قال لك طارق عدم معرفته بالخصوصيات الفرديه للاعبين تاعو اللي ادات ما عرفش يعطاهم اشياء فوق الطاقه تاعهم وما عرفش يوظفهم. هنا نقول المدرب اخفق، لان حاجه الاولانيه تاع المدرب هي المعرفه، وكما نقولوا حنايا الدياغنوستيك تاع المجموعه. ونظن طارق هذه ابسط الاشياء باش تقدر توظف احسن اللاعبين والتوليفه اللي كما تكلمنا احنا من قبل على الناخب تاعنا. نظن صبري الموشي اخفق مع فريق تونس. نعم تفضل طارق. السؤال اللي نطرحوه هنا، علاش دائما نحصلوا في المدرب؟ راهي المديريه الفنيه اللي تختار المدربين، علاش غير البلدان العربيه اللي تخطئ في المدرب؟ في بعض الاحيان لما تكون الجامعه ولا الاتحاديه في ازمه ماليه تحدث مثل هذه الامور. صبري الموشي ما يديش تحت 100 وما يديش تحت 80,000 اورو شهريا، وانا نهضروا فوتبول، ما يديش تحت 80,000 اورو. هل النتائج دارها كما دارها المونديال الكبير؟ وهل منطقي جدا انك تاتي بناخب وطني قبل المونديال تعطي له هذه الشرعيه وهذه الصفه قبل المونديال بايام؟ على كل المنتخب التونسي والشعب والجمهور التونسي هو الضحيه ينصح. كان نقطة نجح مدرب في فريق اخر ومنتخب اخر ليس بالضروره انه ينجح عندك. شاهدنا لأن صبري الموشي كان في 2012 مع المنتخب الايفواري والكره الافريقيه. على كل ما يصلح المنتخب المصري لحد الان، نتمنى ان يتم هكذا طارق الهاشمي المباراة فائز بهدف دون رد بعد مرور 61 دقيقة من زمن المباراة أمام المنتخب البلجيكي، المنتخب القوي اللي عنده الكثير من الأسماء يقودهم دي بروين في هذه المباراة. عكس المنتخب التونسي، هوية المنتخب المصري حاضرة في هذه المباراة طارق الهاشمي ويلب ب5 لاعبين من الأهلي المصري و3 في البنك الاحتياط من الأهلي. معناه أنه الكرة المصرية والمنتخب المصري حافظ لحد الآن على هذه الهوية. زيد نأكد باللي حتى فكرة تاع كما نقولوا الطاقم والمسؤولين نظن تصب في جهة واحدة، وكما نقولوا تمثيل مصر احسن تمثيل حسب كما نقولوا نشوفوا كما نقولوا المنتخب المصري والمردود تاعو. نظن راهو كما نقولوا في الايمان بالذهاب الى ابعد نقطه امنوا بها اللاعبين، امن بها الطاقم الفني المسؤولين. هذا الشيء اللي احنا تكلمنا عليه من قبل، نقولوا دائما المردود الفردي والجماعي هذا واش المطلوب في كره القدم. النتيجه تكلمناها تقدر كما نقولوا تصير اي نتيجه، ولكن المنتخب المصري راهو كما نقولوا في الطريق الصحيح مع حسام حسن مدرب مصري لاعب دولي سابق. او تشوف نتائج المنتخبات الافريقيه الناجحه، تشوف الاطقم الفنيه منين. نعم
كلهم محليين فعلا. صحيح، باش ما ندخلوش في لو ديبا تاع محليين، هناك محلي من محلي. من محليين فعلا. انت ما تسحقش تاع محلي، تسحق انسان يعرف لا مونطاليتي تاع الجوار الجيريان، الجوار ايجيبسيان كذا. تحتاج مصر لها واحده نقطه تنضيفها لك فيما يخص مصر، عندهم نجوم في الهجوم، مرموش، محمد فعلا. صلاح بخبرات كبيره. نعم، لكن كانت عندهم ايضا نجوم وما مشاش المنتخب المصري لانه غيروا كثير قاريا قبل عالميا. ما كانش عندهم مدرب. ما هذه المشكلة الكل يمشي مع بعضه كما قال. ما يمشي كل شيء. اتمنى التوفيق للمنتخب إن شاء الله المصري يا الفائز بهدف دون رد على منتخب بلجيكا في انتظار صعوبة هذه الساعات التي تسبق مباراة الأرجنتين بالنسبة للجمهور الجزائري بالأقل. إذن منتخب وطني قادم، لأننا غبنا قلت على طبعتين، فزنا على هولندا، تعادلنا مع الأورغواي، فزنا بنتيجة ثقيلة على بوليفيا، قدمنا أداءات كبيرة في الكان. أسباب الإقصاء في الكان كانت واضحة، الطاقم الفني، رفقة اللاعبين لحد الآن هم كتلة ومجموعة واحدة، الجميع يصب في إناء واحد من أجل إسعاد هذا الإعلامي وهذا المتلقي، هذا الجمهور الذي يشاهدنا في هذه اللحظات. نتمنى قبل كل شيء بالنسبة للتشكيلة الوطنية أن يكون الأداء مقنعا قبل النتيجة، لأنه الأداء هو اللي راح يحسن النتائج بالنسبة للمنتخب، لأنه تبقى له فرصتين أمام المنتخب الأردني وأمام المنتخب النمساوي. أمام البطل العالم ظروف ومباراة أكيد هي الأصعب بالنسبة لمشوار كل الأندية المنتخبات التي تواجه الأرجنتين. هي القرعة التي أوقعتنا هكذا، ولكن لدينا كل الحظوظ، نؤمن بكل حظوظ الجزائريين في هذه المباراة. نتمنى أن تكون في صالحنا في هذه الخرجة غدا بحول الله. المباراة على الساعة 2 صباحا بحول الله. شكرا جزيلا لك ضيفنا في هذا العدد الإعلامي طارق بوغراب على كل ما قدمته. شكرا الله فيك عبد القادر، ونتمنى فوز إن شاء الله تاع مصر إن شاء الله. بالنسبة لك سيد الهاشمي غويلم، إن شاء الله فوز لمنتخب مصر إن شاء الله. وبالنسبة للكرة الجزائرية شكرا جزيلا لكم جمهورنا الرياضي الكريم ضمن عدد ديزاد مونديال لهذه الأمسية. نلقاكم غدا بحول الله بداية من 8:30 مساء. ضيفنا غدا محللنا السيد الهاشمي غويلم رفقة ضيف آخر نعلن عنه غدا بحول الله، وهو المدرب والتقني السابق لفريق أولمبي أقبو الذي حقق معه نتائج جد إيجابية في نهاية الموسم ومرحلة الإياب من الرابطة المحترفة قبل أن يأتي ويوقع هذه الأيام عبد القادر عمراني كمدرب جديد لفريق أولمبي أقبو. ضيفنا هو عمر غربي الذي سيكون غدا بحول الله ضمن بلاطو ديزاد مونديال. شكرا لكم، ليلة هادئة بالتوفيق للخضر في هذه الخرجة أمام الأرجنتين. لكم هذا البرنامج برعاية قدم لكم هذا البرنامج